السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل اكل بسيط جدا ومش مكلف خالص. هعمل ملوخيه ورز بطريقه بسيطه جدا زي كل بيت مصري. معانا حله على النار نزلت فيها بالفراخ بتاعتي وبصلايه. اللي موجود عندك بتحبي تضيفيه في الشوربه حطيه، اللي هو ورق لورا او حبهان او مستكه اللي انتي حباه، ونزلت بيه بشويه الفلفل الاسود. ما بنزلش بملح دلوقتي خالص. لما بتستوي معايا او تقرب على سوا بضيف المرقه بتاعتي وشويه الملح بتاعي لو انت حابه تحطي ملح. حطيت المرقه بتاعتي وضفت المرقه بتاعتي شويه علشان خاطر عايزه الملوخيه تكون مسكره معايا، ونزلت بشويه من السكر مش الملح، نزلت بحبه صغيره من السكر. في الملوخيه انا بنزل بحبه صغيره من السكر. هنقص بقى للملوخية بتاعتي في حلة تانية شوية صغيرة كده على قد الملوخية بتاعتي. ده الملوخية بتاعتي نص كيلو، فهنزل بتلات اربع معالق من الشوربة بالشكل دوت كده. هجيب بقى ايه الحلة بتاعتي على النار وهعمل الرز. وانا بحب اعمل الرز بعد الفراخ على طول، لان الرز برضو بياخد وقت في السوا لو انت حابة يكون مفلفل معاكي. جبت حلة على النار ونزلت بيها بشوية السمنة بتوعي، وهنزل بيها بعد ما اتقدح بشوية الشعرية، او انا بحب احط كيس الشعرية كله على شوية صغيرة من الرز. وده كان شكلها بعد اما اتحمر معايا، ودوت الحمار اللي انا عايزاه للشعرية بتاعتي. ما بسيبهاش تغمق قوي، وبنزل بكيس الرز بتاعي اللي هم الحبة الصغيرين، يعني بحوالي ربع كيلو كده من الرز، وبقلبه كويس جدا. بخليه يتقلب كويس علشان يشرب من السمنة بتاعتي الحلوة ويستوي معايا بسرعة، يعني يدي لون، يعني ما يبقى شارب، ما يبقاش كده اللي هو سلق في سلق، لا بقلبه كويس قوي. وهنزل بالشوربة بتاعتي، الشوربة بتاعتي بتاعت الفراخ. انا ما بنزلش بمية من الحنفية خالص زي الناس اللي بتعمل. انا بنزل بالشوربة، الرز بتاعي بيتشرب من طعم الشوربة بتاعتي الحلو. تمام، وبسيبه لما يشرب ميته وبوطي عليه. باجي بقى اعمل الشوربه بتاعه الملوخيه. عندي حله على النار حطيت فيها الشوربه اللي انا نقصتها، بحط بقى ندعه كده صغيره من التوم. الحته الصغيره اللي انا حطيتها في التوم دي في الملوخيه بتدي طعم حكايه جدا للملوخيه وريحه قنبله. بعد ما غليت هضيف بقى ايه ده اللي انا ضفته دوت، مش ملح برضو، اللي انا ضفته دوت شويه سكر. شويه سكر كده كده، انا السكر بيتحط عادي في الاكلات بتاعه الطبيخ القوطه علشان الحموضه. ونزلت بالملوخيه بتاعتي على شويه الشوربه بعد ما غليت جدا، هقلبها كويس جدا بالمضرب بتاعي، وهفضل اقلب فيها لحد ما تتفكك معايا خالص وما يبقاش فيها اي عواقب وكلاكيع. وده شكلها بعد ما غلي من الجوانب. بروح ايه شايلها كده من على النار، ما بسيبهاش على نفس العين علشان خاطر ما تغليش وتقطع معايا. بجيب طاسه، اي طاسه عندك، وعفوا على منظر الطاسه بتاعتي لان انا بستعملها كتير جدا. والتيفال عموما بتعمل كده لون بعد فترة، حتى لو فترة بسيطة انت جايباها بتعمل كده صدى كده من فوق. حطيت معلقة سمنة وهسيبه لما السمنة تتقدح شوية. وبجيب التوم بتاعي معلقة حلوة كده او معلقتين كبار من التوم، وهقلبها كويس جدا لحد ما تحمر معايا وتديني الحمار الذهبي الحلو. وشوية كزبرة ناشفة، الكزبرة الناشفة بتدي ريحة وطعم برضو حكاية للناس اللي بتعمل الملوخية. وحطيت شوية ملح بسيط جدا خالص علشان يسهل معايا ويخلي التومة تحمر وتستوي معايا على طول. وبديها كده التقليبة بتاعتي، طبعا الملح حسب رغبتك انتي. وده الشكل الذهبي بتاعي الجميل البسيط الهادي. شوفوا المنظر تحفة. بجيب بقى ايه الملوخية بتاعتي، بروح عاملة ايه بقى، بروح واخدة شوية من الكبشة حطاهم على التومة بتاعتي. عايزة اقول لكم عملت بقى ايه اللي هو الصوت ده كده، ورحت منزلاها على الملوخية واديها التقليبة بتاعتها. عايزة اقول لكم ان الملوخية بتاعتي زي العسل والله العظيم. بصوا تشرب الشوربة كده بالحلة.
تحفة جدا جدا. ومش هغطيها واربها. عندي بقى طاسة على النار احمر فيها ايه الفراخ بتاعتي اللي انا كنت سلقاها معاكم، ونزلت كده عفوا برضو على منظر الطاسة. برضو هو النوع بتاع التيفال، هما التلات طاسات دول جابهم مع بعض. وده شكل الرز، بصوا مفلفل ازاي وجميل. بصوا الله اكبر زي العسل، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، ولا معجن ولا في اي حاجة وحشة. وده كان الشكل النهائي للاكل بتاعي البسيط. عملت طبقين ملوخية عشان والله العظيم يعني كانت بتشرب كده وانا واقفة من كتر ما هي كانت مسكرة وجميلة. بصوا العرق بتاعها، وبصوا تقلها، التقل بتاعها بقى عايزاه خفيف تقيل، خفيف تقيل ده بتاعك انتي اللي انتي حباه واللي انتي عايزاه. والتومة كانت جميلة، اللي انا كنت حطاها في الاول دي بتدي سكرية كده لطعم الملوخية، جميل لذيذ كده، هيعجبك جدا وريحة حلوة. انا كنت عمالة مش مستنية ان انا اقعد على الاكل من كتر ما هي كانت مسكرة وجميلة. وشوية السكر دي هي دي سر الخلطة اللي بتدي طعم حكاية جدا مع مرقة الدجاج، لان المرقة طبعا عارفينها ان هي بتبقى مسكرة، بتدي طعم حلو جدا. وكنت حاطة ترش كده، شوية ترش كان عندي في التلاجة، اي بقى اللي انت بتحبيه، شوية سلطة جنبهم، شوية بتنجان مخللين بقى انت وتحابيشك الحلو. والعجبك بقى الفيديو بتاعي يا ست الكل، ما تنسيش تكتبي لي تعليق حلو منك، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم.